السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض العاشورة. أنا هعملها معاكم بطريقة أهالينا زمان لما كانوا بيعملوا العاشورة في موسم عاشورة. طبعا العاشورة دي كانت حاجة معروفة إن لازم كلنا نعمل العاشورة احتفالا برأس السنة الهجرية. في البداية لما هاجي اعمل العاشورة، غسلت كوبايتين من الغلة بعد ما نقيتهم كويس، تكون غلة جديدة طبعا. غسلتهم كويس جدا لحد المية بتاعتهم ما تبقى بيضة ونظيفة. بعد كده هحطهم على النار وهنزل عليهم بكوبايتين كده من المية. ادي الكوباية الاولانية وادي الكوباية التانية. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من السكر كده علشان يغلوا مع الغلة ويطعموها، وهسيبهم برضو كده لما يستووا والغلة تبدأ تفتح، تبقى مفتحة كده زي الفشار، بيقولوا عليها الغلة تبقى مفشرة كده. يبقى أنا دلوقتي حطيت كوبايتين من الغلة وعليهم كوبايتين مية ومعلقتين سكر. هسيبهم بقى لما يغلوا، وبعد كده هقول لكم أنا هعمل العاشورة بتاعتي ازاي. بعد الغلة بتاعتي بقى ما اتسلقت وزي ما انتم شايفين كده فتحت، شايفين الغلة مفتحة ازاي. بعد كده هاخد الغلة بميتها زي ما هي كده، هقسمها على جزئين. هاخد منها حوالي كوبايتين لوحدهم كده هنا، خدت دول كده، وهخلي الباقي زي ما هو كده. هاخد كمان شوية. يبقى انا قسمت الغلة دلوقتي على ايه؟ على جزئين. جزء هسيبه في الحلة زي ما هو كده، الجزء ده هسيبه في الحلة زي ما هو كده. وبعد كده الجزء ده اللي انا خدته ده هاخده واحطه في شفشق الخلاط بتاعي. هنزل بيه في شفشق الخلاط بالطريقه دي كده بالميه بتاعته، يعني الميه بتاعتها مش هنرميها ولا اي حاجه خالص كده. بعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن. ادي الكوبايه الاولانيه وادي الكوبايه التانيه. يبقى انا حطيت نص الغله في الشفشق الخلاط وعليهم كوبايتين من الايه؟ من اللبن. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من النشا، دولت كده معلقتين من النشا هنزل بيهم كده. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه المعلقتين دول، لو مش هتحطي كريم شانتيه وهتحطي وعندك قشطه، حطي معلقتين قشطه وبلاش الكريم شانتيه. يعني حاجه من الاتنين، يا تستخدمي الكريم شانتيه يا تستخدمي القشطه. انا عن نفسي حبيت ان انا احط كريم شانتيه احسن يعني. وبعد كده هنزود السكر اللي احنا عايزينه. انا هحط 6 معالق من السكر. طبعا السكر احنا حاطين معلقتين في الغله وهي بتتسلق، وطبعا واحنا بنعملها هندوقها، لو لقيناها محتاجه سكر هنحط لها. انا كده حطيت 6 معالق سكر، وهنزل عليهم كمان بنقطتين كده من الفانيليا اللي هي السايله، او لو عندك فانيليا بودر ماشي. في ناس بتحط بدل الفانيليا بتحط ماء ورد، يعني لو ما عندكيش فانيليا هتستخدمي ماء الورد. وهاخد الكلام ده كله وهضربه في الخلاط. بعد كده هاخد الغله بقى الباقيه اللي اتبقت معايا في الحله دي، وهرجعها على البوتاجاز تاني، وهستنى عليها كده لما تغلي شويه. لما تبدا تغلي غلوه كده، بعد ما غليت كده شايفين اللي ضربناه في الخلاط عامل فوم كده، شايفه الفوم ده عامل رغم. هنزل بقى بكل الكلام الجميل ده الخليط ده بالطريقه دي كده. وهنستمر بقى في تقليبها، طبعا مش هنسيبها خالص تاني. هنقعد بقى نقلب فيها كتير كده زي ما نكون بنعمل مهلبيه بالظبط. يبقى احنا ضربنا نص الغله مع اللبن
والنشا وكريم شانتيه، ولو انت هتحطي قشطه برضو تبقى كويسه. ضربناهم مع السكر والفانيليا ورجعناهم حطيناهم على الغله اللي كانت صحيحه اللي كانت في الحله. لازم بقى ايدك تبقى فيها كده لحد ما النشا يربط، لحد ما المهلبيه بتاعتك او العاشوره بتاعتك دي تربط معاكي. العاشوره دي كانت امهاتنا زمان بيعملوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي كده. كنا بنحبها جدا وبنفرح لما امهاتنا يعملوها لنا. وطبعا في العاشوره دي كانت لازم الجيران تودي لبعضها طبق من العاشوره دي. كل اسره كده تبعت للشقه اللي جنبها او للبيت اللي جنبها طبق كده من العاشوره. عادات كده وتقاليد جميله. يا ريت ان احنا نرجع الحاجات الجميله دي، العادات والتقاليد دي. زي ما انتم شايفين هي بدات تربط اهي، وهي بتربط كده ممكن لو عندك جوزة الهند برضو تضيفي. انا هضيف لها معلقه كده من جوزة الهند، معلقه معلقتين حسب اللي موجود. انا حطيت لها كده معلقتين. ولو ما فيش مش مشكله، يعني لو ما فيش برضو جوز هند ما تحطيش عادي، مش هتقول لا، هتبقى برضو عاشوره جميله. انا ما حطيتش قشطه. لو انت عندك قشطه هتستخدمي قشطه ومش هتحطي كريم شانتيه. يعني كريم شانتيه هيديكي طعم القشطه بالظبط. طبعا احنا دقناها، انا دقتها لقيتها مش محتاجه سكر. انت طبعا وانت بتعمليها بتدوقيها لقيتيها محتاجه سكر بتحط لها. زي ما انتم شايفين هي بدات تربط اهي. ده بيبقى شكل العاشوره كده، نص الغله. احنا متعودين من صغرنا ان مامتنا كانت بتعملها كده، كانوا يطحنوا نص الغله والنص التاني بيبقى سليم، يبقى سليم في اللبن كده. هي كده بدأت تربط اهي، شايفين شكلها؟ طبعا ريحتها جميلة خالص، الفانيليا بتديها ريحة جميلة جدا اهي. هي خلاص كده هتربط. هطفي عليها بقى، هطفي عليها وهوريها لكم بقى لما ايه اغرفها وازينها. طبعا عندك حبة سوداني بقى، حبة زبيب، اي حبة حاجة، يعني مش لازم مكسرات. سوداني ماشي، جوز هند ماشي، اللي موجود هيسد. بس كده هطفي عليها بقى وهنغرفها. هي تقلت كده وبقت جميلة. اول ما تبدأ تقلب كده خلاص تبقى هي استوت. هنا بقى العاشوره زي ما انتم شايفين غرفناها اهو. هنزينها بقى كده، اي حاجه بقى كده عندك حبه مكسرات ولا حاجه. وكده كانت العاشوره بتاعتنا بطريقه امهاتنا زمان. لو عجبتك الوصفه بقى اتمنى ان انت تجربيها، وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، وعقبال ما تعملوها كل سنه وانتم بصحه وعافيه.